اخو القائد الصليبي لويس التاسع كان ليه اخ في هذه المعركه اثناء الحمله على مدينه المنصوره، وابدى بساله وابدى شجاعه، وقدر ان هو يحقق انتصار كبير جدا، وتم اسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصوره. وجدوا ان المماليك بداوا يظهروا على الساحه كقوه عسكريه بتهدد الوجود الايوبي. وبعد كده وجدنا ان الخليفه العباسي في هذه الفتره اعترض بقى، ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نصير اليكم رجلا. كان بيخاطب امراء في مصر او كبار الامراء في مصر في هذه الفتره، وتم بالفعل بقى السلطانه شجر الدر حاولت ان هي تحتال على هذا الامر من خلال زواجها من قائد الجيش المصري في هذه عز الدين الفتره، ايبك. عز الدين ايبك التركماني. عز الدين ايبك التركماني يعني بدا يبقى في منافسه ما بينه وبين الامراء في هذه الفتره. المؤرخ الألماني أشار لكل هذه الأحداث وحلل هذه الأحداث وحاول بقدر المهم الإمكان. يعني عشان برضو نختصر للساده المشاهدين، وصلنا بالمشهد النهائي اللي هو بعد موقعة عين جالوت وفي طريق العودة بيسقط قطز قتيلا، وبيتولى بيبرس حكم حكم مصر. صح؟ تمام مظبوط. تمام. بيبرس تولى حكم مصر سنة 800 سنة 658 حتى 676. حكم مصر ما يقرب من 17 سنة وشهرين و10 أيام. هذه الفترة فترة حافلة بالإنجازات. طب احنا ده هيودينا بقى للسؤالين الاخرانيين، وهي اللي بيحويهم الفصل او القسم الثالث. عندنا سؤال بيتعلق باعماله الداخليه داخل مصر. ماذا قدم لنا الكتاب عن اعمال بيبرس داخل مصر، سواء السياسيه او الاقتصاديه؟ المؤرخ الألماني أشار في هذا الكتاب في القسم الثالث لأعمال بيبرس تدعيم السلطة من خلال بقى الإشارة لأهم الأعمال الحربية اللي قام بها السلطان الظاهر بيبرس من خلال بقى إنشاء أسطول قوي لمجابهة الأخطار الخارجية. لا ننسى أن كان في وجود صليبي في بلاد الشام في هذه الفترة، والأخطار المغولية لم تنتهي بانتصار المماليك في عين جالوت. يعني بعض المؤرخين بيقول أن المماليك انتصروا في عين جالوت وهزموا المغول والمغول كده خلاص. لا، ده بالعكس، ده احنا في مشكلة كانت كبيرة جدا في هذه الفترة. المغول بدأ نفوذهم يزداد بعد ذلك، ودخلوا في حروب مع المماليك. يعني في عندنا معركة مرج الصفر ومعركة شقحب. يعني لم تكن فقط عين جالوت يعني. ده عين جالوت كانت كانت المقدمة، البدايه. كانت البداية، وكانت أول هزيمة للجيش المغولي الذي لا يقهر أو الذي لا يهزم، كانت على أيدي هؤلاء المماليك. بنتكلم برضو أن هذا السلطان عندما تولى عرش مصر سنة 658 1260 شرع في إحياء الخلافة العباسية. صحيح. الخلافة العباسية هي أعادها بشكل صوري، وكان بيرغب ان هو يضفي شرعيه على حكمه، بما انه طبعا كان ليه دور كبير جدا في اغتيال المظفر قطز. المظفر قطز صاحب الانتصار الشهير. والغريب والعجيب ان هذا المؤرخ قدم لنا العديد من الاسباب حول اغتيال قطز، والاسباب نفسها اللي ادت في النهايه لهذه الحادثه. يعني بيقول ان هو كان وعده لو انتصرنا على المغول في عين جالوت يعني وعده ان هو يقطعوا منطقه حلب. ولكن قطز بعد الانتصار الكبير على المغول في عين جالوت للأسف هو خاف أن الدولة تنقسم إلى شقين، لذلك هو لم يفي بالوعد. فلذلك دايما في دسائس، في هو يعني وشاية، الفترة دي تاريخيا كانت مليئة فترة بالدسائس بالمؤامرات. والصراعات المهم هو يعني قطز الخلاصة انه كان ليه بعض التنظيمات الداخلية، نظم البريد ونظم الجند ونظم الاسطول وعمل، كان ليه اعمال داخلية كثيرة جدا. السلطان ظاهر بيبرس بدأ بعد ذلك ينشئ محطات للبريد ما بين مصر وبلاد الشام. السلطان الظاهر بيبرس أعاد الخلافة العباسية في القاهرة، فضلت حتى عام 1517 ميلادية 1923 هجرية. السلطان الظاهر بيبرس كان ليه إسهامات كبيرة جدا في تحجيم الخطر المغولي فيما بعد. السلطان الظاهر بيبرس كان ليه إسهامات كبيرة جدا. احنا بنتكلم برضو في تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام، وهو بس في عندنا في الفصل ال11 في هذا الكتاب بيتكلم عن الدبلوماسية. الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي. وجدنا ان هذا الكتاب بيعتمد على مصادر يونانية ومصادر لاتينية ومصادر عربية معاصرة بتبين التحالفات نفسها اللي كانت موجودة بين مصر والدولة البيزنطية في هذه الفترة، والمعاهدة نفسها اللي أبرمت ما بين مصر واسطنبول في هذه الفترة مع الامبراطور ميخائيل الثامن بليلوجس في هذه الفترة. واورد الكتاب نصوص هذه المعاهده، وده برضه حاجه فريده جدا، اعتمد على النص اللاتيني والنص اليوناني اللي موجود. وجدنا ان هذا الكتاب ايضا بيلقي الضوء على التحالفات اللي كانت مع الامارات اللي كانت موجوده في اوروبا في هذه الفتره، غرب اوروبا. وجدنا ان هذا الكتاب ايضا بيتكلم على
الصراعات نفسها اللي كانت